السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما بقتش عارف آخد ديني منين. ما بقتش عارف آخد ديني من مين. بصوا يا جماعة، زمان قبل الثورة بتاعت السوشيال ميديا ديت والانفتاح الكبير ده كنا بنروح نصلي الجمعة، يطلع الإمام يقول الخطبة، نأمن عليها كلنا، ناخد منها العظة والعبرة، خلاص كله يروح. دلوقتي الوضع اختلف. دلوقتي انت بتسمع الامام يوم الجمعه، بتحط الخطبه في دماغك، بعض الامور او بعض الحاجات اللي هو بيقولها بتحطها في دماغك، بتطلع تخش على السوشيال ميديا تشوف الحاجات دي يعني مين اللي قايلها وجايه منين وغلط ولا صح. وده مش عيب، اوعى تفكر ان انا بقول لك ان ده عيب، لا 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 خالص. ما هو ربنا خلقنا عشان كده نتدبر. ربنا خلقنا عندنا مخ فارق بيننا وبين الحيوانات بالمخ. الحيوانات ما بتفكرش، انما البني ادم لازم يفكر ويعرف الغلط من الصح، والا اذا يعني لو ما كانش كده ما كناش عرفنا ان عباده الاصنام حرام زمان. لازم نعرف الغلط من الصح. الكارثه بقى اللي انا اكتشفتها في الاونه الاخيره ان 90% من الائمه بيعتمدوا في الخطبه بتاعتهم على ما جاء في صحيح البخاري. 90% أحاديث اتقالت على لسان الرسول وجاية في صحيح البخاري، و10% من كتاب الله اللي هو أصح حاجة في الدنيا، أصح حاجة في الوجود، ياخد منه 10% بس، إنما الباقي كله أحاديث جاية في كتاب البخاري. وأنا هديك نبذة بس عن البخاري. البخاري اتولد بعد وفاة الرسول ب 200 سنة. اتولد بعد وفاة الرسول ب 200 سنة، وبدأ في جمع الأحاديث وهو عنده 16 سنة أو 15 سنة، عايز أكون دقيق. فبعد وفاة الرسول بدأ في جمع الأحاديث بقى ب 215 سنة. أنا مش طالع أشكك في البخاري عشان أنا عارف اللي هيحصل بعد الحلقة، بس في حاجات أو أحاديث جاية في البخاري تتعارض مع ما جاء في كتاب الله. في أحاديث جاية في البخاري تتعارض مع ما جاء في كتاب الله. مثلا حديث زي إن البني آدم لما يموت يضمه القبر ضمة وتختلف أضلاعه ولو نجا منها لنجا سعد بن معاذ. إيه رأيكم؟ إحنا اتربينا على الحديث ده من زمان وإحنا عارفين وناس مصدقه لغاية دلوقتي إن ضمة القبر وبتاع. إيه رأيك بأن في علماء دلوقتي، علماء في الدين وشيوخ وناس من الازهر بيقولوا ان الحديث ده حديث موضوع والحديث ده غير صحيح؟ بعد كام الف سنه بيقولوا دلوقتي ان الحديث ده غير صحيح وحديث موضوع. وخلي بالكم اكملكم بس البخاري جمع 600 الف حديث، استخلص منهم 6000 حديث، وقال ان ال 6000 دول هم الخلاصه وهم الاحاديث الصحيحه اللي هو اتاكد منها 100%. ده اللي اتقال من 600 الف حديث، استخلص 6000 حديث وقال لك ال 6000 دول جايين في صحيح البخاري، منهم الحديث بتاع ضمة القبر ده. وشيوخ دلوقتي بتطلع تقول لا ده حديث ضعيف وموضوع، وفي شيوخ قالت غير صحيح. متربيين عليه بقالنا قد ايه؟ ده مش ده بس، في حديث تاني انا قلت لكم في حاجات، في احاديث اتقالت مخالفه لكتاب الله، زي حديث وفاه سيدنا موسى. قصه وفاه سيدنا موسى ايه هي القصه؟ سيدنا موسى نزل له ملك الموت عشان يقبض روحه، فسيدنا موسى قال له انت مين؟ قال له انا ملك الموت، امرت ان اقبض روحك. فسيدنا موسى قال له لا انا مش عايز اموت، وضربه بالبوكس، سقه، يعني الحديث يقول لك ايه؟ سقه في عينيه، يعني ضربه بالبوكس في عينه، طير له عينه. سيدنا موسى طير عين ملك الموت. فملك الموت طلع لربنا سبحانه وتعالى قال له يا رب بعثتني او ارسلتني لموسى لاقبض روحه ورفض يموت. فربنا سبحانه وتعالى قال له طب انزل لسيدنا موسى قول له يحط ايده على ظهر بقره مشعره، وعلى قد الشعر اللي هيطلع في قبضه ايده انا هديله عن كل شعره سنه. يعني طلع
100 شعره، 200 شعره، 500 شعره، 10000 شعره، هيدي له 10000 سنه. فملك الموت نزل لسيدنا موسى قال له: يا سيدنا موسى ربنا بيعرض عليك كذا كذا كذا. قال له: لا 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 انا عايز اموت، اقبض روحي. حديث غريب وبيتقال من الشيوخ عادي، والحديث ده مخالف لما جاء في كتاب الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما فيش استثناءات، الموت ما فيهوش استثناءات، ولا الرسول ولا النبي ربنا عامله ما فيهوش استثناءات خالص. فسيدنا موسى ما كانش عايز يموت، فربنا قال له: براحتك، حط ايدك وانا اديك عمر على كل شعره. حديث غريب. انا في وجهة نظري الضعيفة اللي ملهاش لازمة، حديث ضعيف موضوع زي حديث القبر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول في كتابه الكريم ايه؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يعني الكلمة اللي انا بقولها ما فيهاش رجعة. فسيدنا موسى لما نزل، فملك الموت لما نزل بكلام من ربنا يقول لسيدنا موسى، قال له: لا 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 انا عايز. يعني انت بتخالف برضو كلام ربنا. ربنا قال لك لا اعمل كده، فالمفروض تعمل كده، لان في آية قرآنية بتقول كده. فالحديث مخالف لما جاء في كتاب الله. يا جماعة بصوا، أنا والله مش بشكك في البخاري. البخاري ولا نبي ولا رسول. البخاري بني آدم نشيط، اجتهاد كبير في جمع الأحاديث، بس في حاجات أنا وجهة نظري اتخدع فيها البخاري. اتخدع فيها البخاري، وناس ضد الدين حطت الأحاديث دي عشان تعمل فتنة، علشان تعمل فتنة. طب انت ايه رأيك في الحديث؟ حديث غريب. ولما جيت كلمت بعض الناس اللي بيفهموا في الدين عن الحديث ده، والله ما عرفوا يردوا. عارف قالوا لي ايه؟ نتجاوز هذا الحديث. تجاوز. طب انا عشان اتجاوز هذا الحديث واتجاوز الحديث اللي قبله واتجاوز الحديث اللي بعده واتجاوز 10 احاديث من ال 6000، طب ما انا ايش ضمني بقى ان ال 6000 حديث حقيقيين؟ خلي بالكم، صحيح البخاري اللي جه فيه ده بنى عليه مستقبل أمة إسلامية. يعني مثلا قصة المعراج هي جت في البخاري، ما جالش فيها حاجة في القرآن الكريم من قريب ولا من بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. خدوا بقى لنريه من آياتنا دي، بنوا عليها قصة كبيرة قوي جت في البخاري، بس ما جاتش في كتاب الله. طلع السماء وقابل سيدنا موسى ووصل. طب انا هقول لكم على حاجه في البخاري برضو جاي ايه، ان في مقوله يعني سيدنا جبريل جه لصدرة المنتهى وقال له: انت اذا اقتربت اخترقت، انا اذا اقتربت احترقت. طبعا يا جماعه سيدنا جبريل هو اللي كان بياخد الكلام من ربنا يبلغه للانبياء والرسل. ازاي يحترق يعني؟ ازاي انتوا تفكروا ان ده سيدنا جبريل لو قرب هيحترق؟ ازاي يا جماعه؟ حاجه برضو غير منطقيه. وخلي بالكم قصه المعراج طبعا في ناس كتير اتكلمت فيها، وناس كتير اتكلمت ان هي غير حقيقيه. طبعا انا بتكلم وانا خايف لان انا هتهاجم كتير، عارف، بس انا بقول لكم في حاجات منطقيه وحاجات غير منطقيه. لما يبقى قصه كبيره اتبنى عليها فرائض الاسلام واتبنى عليها الصلاه الخمسه، والقصه ما جاتش في القران، ما جات ولا من قريب ولا من بعيد. ده بيقولوا يعني في القصه في البخاري ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شاف المعذبين في النار وشاف المنعمين في الجنه، والمعذبين في النار كان صفاتهم كذا والمنعمين في كذا. النار ولا اتفتحت ولا الجنه اتفتحت يا جماعه، ولا النار اتفتحت ولا الجنه اتفتحت غير يوم القيامه. زي مثلا برضو عذاب القبر، برضو ما جاش فيه اي حاجه في القران، اي حديث كلام في القران ولا من قريب ولا من بعيد، غير قصه آل فرعون اللي هو قصه قوم فرعون. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ويعرضون عليها. يا جماعه دي قصه كبيره قوي قوي، ان انت تتعذب في القبر، اللي فيه عذاب في القبر. لا مفيش عذاب في القبر، لحاجه بسيطه. انا مش انا اللي قايل، الشيخ محمد متولي الشعراوي كان في مذيع بيساله بيقول له: ايه رايك في قصه عذاب القبر؟ رد عليه رد بسيط جدا رحمه الله عليه، قال:
لا يوجد عذاب بدون حساب. انت تتحاسب الاول وبعدين تتحاسب. في القبر لما تنزل هتتعذب الاول وبعدين في الاخره تتحاسب، او هتتحاسب في القبر، كل حسابك هيبقى في القبر وبعدين تتعذب في القبر، يعني القصه كلها هتبقى في القبر. برضه كلام، برضه في حديث جاي اسف ان انا بضحك، انا اسف. في حديث برضه جاي في البخاري يقول لك ايه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر على قبر وقال ان اللي في القبر ده بيعذب، فقالوا له يا رسول، قال لا يستبرئ من بوله. ليه ربنا يعذب واحد لا يستبرئ من بوله؟ معلش، احنا ممكن نقول ايه، ان الذي لا يستبرئ من بوله ده هيصاب بامراض وحشه، لازم يبقى نظيف، انما يعذب، ربنا يعذبه، بالعكس ده ربنا زعلان عليه، مش زعلان منه. ربنا يزعل عليه مش يزعل منه. برضه دي من ضمن الاحاديث، على فكره في احاديث كتير انا مش هلمها في الحلقه دي، انا هعمل حلقه تانية ان شاء الله، بس انا اديتكم نبذه صغيره. انا مش بشكك في البخاري، انا بقول البخاري خدع، البخاري خدع من بعض الاسرائيليات اللي هي دست هذا. وبعدين خلي بالكم يا جماعه، الحديث بيتنقل من 4 و5، يعني من ومن 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 ومن، والراجل بيجمع الاحاديث بعد ما الرسول مات ب 216 سنه. حاجه برضه غير منطقيه. انا هكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه، في احاديث تانية انا هقولها لكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. انتظروني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.